السلام عليكم. لأول مرة ومن قلب الكواليس تصريح خطير بيكشف صفقة غامضة بين أمريكا والحوثيين. ترامب طلع فجأة وأعلن اتفاق وقف إطلاق نار مع الحوثيين في اليمن. إعلان مفاجئ جه قبل زيارته للسعودية والإمارات وقطر. بس لحظة، هل دي هدنة مؤقتة ولا خطوة مدروسة ضمن خطة أمريكية جديدة لإعادة ترتيب الشرق الأوسط؟ هل ترامب بيهرب من مواجهة عسكرية ولا بيخطط لحركة انتخابية خبيثة؟ والمفاجأة الأكبر، الاتفاق ده مش بيشمل إسرائيل. استعدوا لتحليل سياسي ناري، في معلومات لأول مرة، تصريحات حصرية، وتحليل عميق من مصادر عالمية زي النيويورك تايمز والجارديان. الفيديو ده هيخليك تبص للمنطقة كلها بمنظور جديد. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو انت مهتم باللي بيحصل في الكواليس وبتحب التحليل اللي مفيهوش مجاملة ولا تهويل، اشترك في القناة ودعمنا بلايك للفيديو وفعل جرس التنبيهات علشان توصلك الحقيقة كاملة في وقتها. لكن في البداية كده أحب أوضح لحضراتكم إن إحنا قناة محايدة، مش مع طرف ضد طرف. إحنا بننقل الأخبار بمنتهى الحيادية، بنحاول نعرف حضرتك إيه اللي بيحصل بدون التأثير عليك. القصة بدأت لما الحوثيين بدأوا يعلنوا دعمهم لغزة، وبدأوا يضربوا السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، الممر التجاري اللي العالم كله بيعتمد عليه. وطبعا أمريكا حمى إسرائيل دخلت على الخط وبدأت تضرب مواقع الحوثيين في اليمن بزعم حماية الملاحة الدولية. الرد الحوثي ما تأخرش، وأسقطوا طيارات تجسس أمريكية واستهدفوا حاملة الطائرات هاري ترومان مرتين في مارس 2023. مع تصاعد التوتر، ترامب بنفسه أعلن عودة العملية العسكرية ضد الحوثيين. الوضع كان بيغلي، الكل توقع إن المنطقة داخلة على حرب شاملة. لكن فجأة وبتدخل عماني ظهر إعلان وقف إطلاق نار بين أمريكا والحوثيين. الصدمة، الإعلان جه من ترامب نفسه في مؤتمر مع رئيس وزراء كندا، وقال إن الحوثيين استسلموا وطلبوا من أمريكا توقف ضربهم. بس هل ده حقيقي ولا شق إعلامي؟ نيويورك تايمز كتبت وقالت إن رغم تصريحات ترامب لسه مش واضح إذا كانت أمريكا فعلا قدرت تمنع الحوثيين من تهديد الشحن الدولي. وده معناه إن الاتفاق مش نصر، لكن يمكن يكون مجرد هدنة لتبريد الجبهة. تصريحات محمد البخيتي القيادي الحوثي نقلتها الصحيفة وقال فيها: لو أمريكا وقفت هجماتها، إحنا كمان هنوقف هجماتنا على المصالح الأمريكية، لكن هنكمل ضد إسرائيل لحد ما ترفع حصار غزة، حتى لو هنقاتل يوم القيامة. يعني بالعربي، الاتفاق مع أمريكا لا يشمل إسرائيل، وده يفتح باب التصعيد في أي لحظة. طيب ليه أمريكا وافقت على الاتفاق ده؟ ترامب رايح زيارة خارجية مهمة وبيحب يظهر دايما كصانع صفقات، ووقف إطلاق النار ممكن يخلي الأسواق تهدى والنفط ينزل والدنيا تستقر شوية. نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين إيرانيين من الخارجية والحرس الثوري الإيراني، قالوا إن إيران استخدمت نفوذها على الحوثيين لمساعدة سلطنة عمان في الوساطة، لكن في نفس الوقت إيران نفت إن عندها سيطرة مباشرة على الحوثيين. يعني أمريكا بتقول إن إيران بتتحكم، وإيران بتقول لأ إحنا بنأثر بس. كل ده يخلي المشهد ضباب ومعقد، ويخلي الاتفاق نفسه هش جدا. والأخطر من كده إن إسرائيل بره الاتفاق، مما يعني إن أي تصعيد ضد إسرائيل ممكن ينسف كل حاجة. اللي بيحصل ده بيخلينا قدام 3 سيناريوهات مرعبة. السيناريو الأول، استقرار مؤقت. لو الاتفاق صمد، ممكن البحر الأحمر يهدى شوية والأسواق تتنفس. السيناريو الثاني، تصعيد سريع. لو الحوثيين أو إسرائيل خرقوا الاتفاق، أمريكا ممكن ترجع تضرب بقوة والموقف ينفجر. السيناريو الثالث، صفقة أكبر. ممكن ده يكون جزء من تفاوض سري بخصوص إيران والنووي، وترامب بيستخدم الحوثيين كورقة ضغط. لكن خليني أقول لكم اعتقادي الشخصي، أنا شايف إن ترامب قبل ما يكون سياسي هو رجل أعمال. مش بيحب الحروب ولا الصدمات المباشرة، هو بيحب الصفقات. صفقات تضمن له التهدئة، بس في نفس الوقت تحقق له مكاسب واضحة، سواء انتخابية أو اقتصادية أو حتى استراتيجية. في النهاية، اتفاق ترامب مع الحوثيين خطوة جريئة، لكن في نفس الوقت خطوة مليانة مخاطر.
هل فعلا الاتفاق ده هيجيب استقرار ولا مجرد مناورة سياسية مؤقتة علشان ترامب يركب المشهد قبل زيارته الخليجية؟ لكن الأهم دلوقتي، هل فعلا أمريكا خافت من الحوثيين ولا الحوثيين كسبوا معركة معنوية ضد أقوى تصنيف جيش في العالم؟ وسؤال أخير للجمهور، لو الاتفاق مش بيشمل إسرائيل، هل معنى كده إن أمريكا بدأت تراجع التزامها المطلق تجاه إسرائيل؟ شاركونا رأيكم في الكومنتات. شايفين الاتفاق ده نجاح دبلوماسي ولا انسحاب تكتيكي؟ انت شايف مين المستفيد الأكبر من الاتفاق ده؟ أمريكا، الحوثيين، إيران، ولا حد تاني؟ وهل إسرائيل هتفضل ساكتة ولا هتشعلل الجبهة من جديد؟ واستنونا في الفيديو الجاي مع ملفات سياسية أعمق وتحليلات أقوى. اكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصل لكم التحليلات الجاية أول بأول. حفظ الله مصر وشعبها وجميع الشعوب الإسلامية والعربية من كل شر وسوء. اللهم انصر فلسطين والسودان وسوريا واليمن ولبنان. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.